إجلالا وإكبارا لأرواح في هذه المناسبة العظيمة نرفع تحية إجلال وإكبار إلى مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا، هذه الشعوب التي أثبتت للعالم أن إرادة التحرير أقوى من القمع، وأن وحدة الشعوب أساس أي مشروع ديمقراطي مستقبلي في سوريا. لقد أثبتت قوات سوريا الديمقراطية أنها ليست فقط قوى عسكرية، بل هي مشروع وطني متعدد يطمح إلى بناء سوريا جديدة حرة تعددية ديمقراطية لا مركزية. ولا يمكن في هذا اليوم إلا أن نشيد بالدور البطولي الذي لعبته المرأة في هذه المرحلة الحساسة، المرأة التي لم تكن فقط شريكة بل كانت في الصفوف الأولى تقاتل وتقود وتنظم وتزرع الوعي أينما وجدت. في هذا اليوم نترحم على أرواح الشهداء ثورة 19 تموز وعلى كل شهداء الحرية والكرامة على عموم التراب السوري، أولئك الذين دفعوا حياتهم ثمنا لنحيا بكرامة. نعدهم بأننا سوف نكمل الطريق وأن تبقى ذكراهم نبراسا لمسيرتنا نحو التحرر. في ذكرى السنوية 13 لثورة 19 تموز المجيدة التي انطلقت شرارتها الأولى من مدينة كوباني، نقف اليوم وقفة اعتزاز وإجلال أمام تضحيات شعوب شمال وشرق سوريا، وبالأخص تضحيات المرأة التي شكلت جوهر هذه الثورة وروحها المتقدة. لقد كانت ثورة 19 تموز بداية لمسار جديد نحو مشروع ديمقراطي تحرري كسر قيود الدولة القومية والاستبداد، وفتح أفقا أمام أبناء مجتمع تعددي تشاركي ينهي عصور الإقصاء والتهميش، ويمنح لكل مكون وشخص مساحة حقيقية في صنع المصير. فهذه الثورة لم تكن للشعب الكردي فحسب، بل أصبحت أملا في العدالة والحياة المتساوية للعربي والسورياني والآشوري والأرمني والتركمان ولجميع المكونات الأخرى، حيث كانت المرأة بكامل وعيها وإرادتها في قلب هذا التحول التاريخي، حيث تحولت من ضحية نظم الهيمنة إلى قائدة للتغيير وصانعة للقيم والمبادئ الجديدة. إن هذه الثورة لم تكن فقط انتفاضة ضد الظلم، بل كانت بداية ثورة مجتمعية شاملة أعادت تعريف معنى الحرية والعدالة، وجعلت من نضال المرأة ركيزة أساسية فيها. وها نحن اليوم في كل ساحات الحياة ومؤسسات المجتمع نرى ثمرة هذا النضال في بروز إرادة المرأة الحرة التي أسست لثورة فكرية وأخلاقية يتجلى فيها صوت المرأة في القيادة. كما نوجه نداء لكل أبناء وبنات سوريا بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم للوقوف معا من أجل بناء وطن ديمقراطي تعددي لا مركزي.